لما اقوم كده افتح الانستجرام واشوف فيه ايه. يا حلاوه. ايه ده؟ ايه كميه الستات الحلوه دي؟ ده انا مش هقوم من على الانستجرام ده. يا سلام يا سلام. بس معلش، يا مراتي ليه مش حلو زيهم كده؟ يا عم دول كلهم فلاتر، يعني كلهم فلاتر، مفيش حاجه طبيعيه يعني. وبعدين شوف المناظر: البيضه، السمراء، طويله، قصيره، تخينه، رفيعه. كان نفسي مراتي تبقى اجمل منهم. ثواني بس، انا مراتي احسن منهم كلهم، على الاقل مش بتبين جسمها للناس. ماشي، بس أنا بني آدم وعندي شهوة، يعني أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ لما شوف ربنا قال لنا إيه؟ غض البصر. غض البصر من الأمور التأسيسية اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيها. الراجل اللي بيطلق بصره على الستات بينعكس سلبيا عليه هو شخصيا. دايما بيدور على الأحسن، بيشوف دايما اللي ناقصه، ما بيشوفش اللي معاه. مفيش حاجة بتبقى عاجباه خالص، لأن طبعا مفيش حد فينا كامل. مرة واحدة بيصاب بالإحباط. فلو مش عاوز يجيلك إحباط، غض بصر. علشان كده غض البصر هو علاج للإحباط. الحاجة التانية إنك كل ما تشوف واحدة بتقارنها بمراتك، ودي طبعا مقارنة ظالمة جدا لمراتك، لأن اللي بتشوفها دي بتشوفها من اتجاه واحد بس، جانب واحد في حياتها اللي هي حابة إن الناس تشوفها بيه، لكن مراتك أنت بتشوف فيها كل حاجة حرفيا. دي مقارنة ظالمة جدا ليها، ما بتبقاش على قد المستوى. فواحدة ورا واحدة، مرة في مرة بتكره زوجتك. علشان كده العلاج الأمثل لكده هو غض البصر. غض البصر لانك انت وزوجتك عايشين لوحدكم في جزيره بعيده جدا عن الناس. ساعتها هتشوفها اجمل واحده في الدنيا فعلا. طبيعي انها تكون اجمل واحده في الدنيا، ما هو فيش غيركم انتوا الاثنين على المكان ده. غض البصر هو اللي هيساعدك انك تعيش بهدوء، تعيش بفرح، تعيش بسعاده. الحاجه الثالثه، لما اقعد ابص على اللي رايحه واللي جايه ما تبقاش حابب حد يشوفها. طبيعي، ما انا بسرق. خلي بالك ان ساعتها مش هتبص بس اللي على النت، ده اللي على النت واللي في الشارع واللي في البلكونه واللي ممكن توصل تكون في اوضه النوم. فبتتحول تدريجيا لانسان جبان معرض للاهانه. اي حد ممكن يهينك، خايف ان حد يشوفك، ولو حد شافك بيهينك ما تقدرش ترد عليه. غض البصر يقوي شخصيتك واعتزازك بنفسك، كمان بيحافظ على كرامتك. الحاجه الرابعه، الشك. طبعا كما تدين تدان. اي حد بيبص على الستات في الشارع طبيعي انه بيفكر ان كل الناس زيه. بيشوف ان اي حد بيبص على امرأة. الادهى ان لو الشيطان لعب بدماغه وقال له ان مراتك معجبه بنظرات الناس ليها، ساعتها الشك ده يتحول لسم بيقتله بالبطيء. فعلاج الموضوع ده هو غض البصر. الحاجه الاخيره، يا عم وانت معاك صحه وفلوس تتجوز على مراتك، طب ليه بتبص على فلانه وعلان؟ انت يعني هتعرف تتجوزها؟ يعني ينفع تاخد دواء فاتح شهيه وانت اصلا مش لاقي اكل قدامك؟ الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بغض البصر، لان غض البصر حفظ للفرج. يعني غض البصر بيحافظ عليك، بيقلل من الشهوة اللي موجودة جواك اللي انت مش عارف تصرفها فين. نصيحة لكل رجل وكل ست: غضوا أبصاركم. أيوة، كل راجل وكل ست، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. حاجة أخيرة للستات: خلي بالك بإظهارك مفاتنك اللي رايح واللي جاي، مش بس بتظلمي الرجالة، انت كمان بتظلمي الستات اللي زيك، انك بترفعي من مستوى المنافسة من كل واحدة والتانية عشان تعجب جوزها، نتيجة التحدي الرهيب اللي بتشوفوه في كل حتة. أنا كده خلصت. سلام عليكم.